بتبدأ الحلقة وسيونج اوف تبقى فرحانة جدا عشان مسك ايديها ومش بتركز مع العملاء بتوعها خالص، والتاني برضه بيبقى فرحان ومش بيركز في التدريب. وبتروح سيونج او مع امها للبيت المسكون وبيعملوا طقوس تطهير وبيحوطوا البيت بحبل قش وتراب احمر، وبيجي واحد من اليوتيوبرز يصور البيت المسكون وبيحاولوا يفتحوا الباب بس مش بيعرفوا. فامها بتقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ابعدوا عشان لو دخلتوا مش هتخرجوا عايشين. فبيقول لها انتوا عرافين صح؟ طب ما تيجي ندخل مع بعض، اكيد مش هيعرف يهزمنا احنا الاربعه يعني. فبتروح سيونج مطلعه سيف وبتقول لهم ده حقيقي على فكره وبتخوفهم بيه فبيهربوا. فبتاخد امها وبيمشوا والتانيين بيرجعوا على البيت المسكون تاني وبيدخلوا. اول ما بيمسك خاتم في الارض عينه بتبقى كلها حمرا وبيهجم على صاحبه. تاني يوم سيونج بتدور على حاجة عندها ليها عينين ومناخير وبق عشان تبقى مع غينه وتحميه في الوقت اللي هي مش معاه فيه، فمش بتلاقي غير مرطب الشفايف بتاعها وبتبقى بقى مش عارفة تديهوله ازاي. فبتروح قايلاله الجو حلو قوي لازم نحافظ على ترطيب شفايفنا وبتسيبوله وتمشي. بيروحوا المدرسة وبتلاقي الطفل الشبح ماسك في ديونه ونايم، فبتطمن انه مش هيعمل له حاجة. بيروحوا ياكلوا فبتقعد جنب غيونه وجيهو بيتضايق منها عشان متعودة تقعد جنبه، وباقي المجموعة بتيجي وبياكلوا مع بعض. بس هي بتشوف شبح بوكي كلب جينونج وبتقول كيوت، وبتشوفها تاني في الملعب ماشية وراه فبتضحك وهما شايفينها من بعيد ومش فاهمين جينونج عاجبها في ايه. فغيونه بيروح وراهم الحمام عشان يشوف هو عاجبها في ايه وازاي، بس مش بيفهم ليه. وجيهو بيسألها فبتقوله انا بتكلم على كلبته بوكي. وحوار البيت المسكون طبعا الناس كلها بتعرفه بسبب البث. فامها بتقول لصاحبة البيت لازم نعمل طقوس تطهير فبتتصل بسيونج عشان تساعدها. فبتروح لها وبيعملوا الطقوس مع بعض. غينو وهو مروح بيلاقي يوم هو قدام بيته وبتقوله لحد امتى هحمي عيلتك منك، وبتبقى كاتبة تعويذ على صورة جدته وبتقعد ترش ملح عليه. وسيونج بتبقى سهرانة مع امها بسبب الطقوس، فراكبة الصبح الاتوبيس نايمة، فالاتنين بييجوا يحطوا ايديهم تحت راسها عشان ما تتخبطش. بيروحوا المدرسة وطبعا نايمة، وبومو وصاحبه بيشوفوا الفيديو بتاع البيت المسكون واللي هي فيه، فبيروح يوريها وبيلاقي انها شبه اللي في الفيديو. فبيقول لها انت العرافة اتكلمي كده زيها، فبتقوله مش هقدر. وكل الطلاب بيبقوا حواليهم وبيوري جيهو وغينو الفيديو، فبتبقى هتتكلم زي ما هو عايز. بس غينو بيقول لها انت عرافة فبتقوله لا، فبيقول لها امال بتنفذي اللي هو بيقوله ليه، وبيزعق مع الواد جامد وبيمشي وبيبقى متضايق انها بتبتسم على اي حاجه. وجيهو بيروح وراه وهما مروحين المدرب بيقول لهم ها هتنضموا للفريق، فبيقول له لا بس جيهو بيقول له اه وبياخده عشان يتدربوا. وغيونه بيعلموا الوضعيه الصح، وطبعا الاسهم كلها بتروح الارض معروفه. وبيقول له ان هو اللي علم سيونج انها تبتسم لما شافها اول مره في المدرسه لوحدها ومحبطه، وبيقول له انه معجب بيها. سيونج وامها بيروحوا البيت المسكون يحرقوا ورق عشان الطاقه السلبيه، وهم مروحين بتقول له امها انه بيكره العرافين. اعمل ايه لو اتكشفت؟ فبتقول لها ما تقلقيش لما تبقي تتكشفي هنبقى نشوف الحوار ده ساعتها. فبيلاقوا غيونه وراهم وبيقول لها ممكن معلش تنزلي الماسك ده واطورك عشان زمايلي شاكين في صاحبتي انها انتي. فامها بتقول له ما ينفعش وبتزعق فيه فبيمشي، وبيبعت لها رساله انه عايز يقابلها. وهي مروحه بتفضل تعيط، فامها بتشتري لها طقم حلو وبتقول لها يلا روحي قابليه. فبتروح له جري على الحديقه وبيعتذر لها والكهرباء بتقطع وبيبقى في اشباح كتير. فبتقول له ان الانسان بيبقى مطمن طول ما ايده دافيه، وبتروح ماسكه ايده وبتبتسم. فبيقول لها انا ما بحبكيش تبتسمي كده. وبيطلع انه من وهو صغير عند العرافين او يوم هو يعني بمعنى اصح، وهي بتقعد ترش عليه ملح وبيحس بالإهانة بس بيبتسم عشان جدته ما تزعلش، وبيعتذر إنه اتعصب عليه. تاني يوم بتاخده يركبوا عجل يروحوا بيه المدرسة وبيسيبوا جيول اللي مستنينه وبيروحوا متأخر فبينطوا من فوق السور وهو بيمسكها. أمها بتروح لسيد الزهور تسأله عن يوم هو، فبيروح متصل لها بيها فبتقوله قول لها ملكيش دعوة وبتقفل السكة وبتبقى أصلا في البيت المسكون. وبيروح غيونه يتدرب على الرماية وبيقول للمدرب إنه مش هيسيبها. بتاخد سيونج بتاعتين كبار كده منورين للبيت المسكون عقبال ما امها تجمع باقي العرافين
وتيجي وراه. بتبقى أصلا يوم هو جوه بتصلي الأرواح الشريرة، فبتطلع تلاقي سيونج بره، والتانية بتفتكرها عرافة من العرافين اللي أمها هتجيبهم. والمدرب بيقول لغينو انت كده بقيت مستجد، تروح دلوقتي جري على البيت المسكون وترجع خلال ساعة. يوم هو بتشيل الماسك عن وش سيونج وبتقول لها لو رقصتي معايا هدولك، فبترقص معاها عشان تاخد الماسك بتاعها. بس غينو بيوصل للمنطقة وبيشوفها بلبس العرافة مع يوم هو، وبتخلص الحلقة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.